وده الطبيعي اللي بيحصل لما يبقى عندك لاعب موهوب وتفضل حاطه في التلاجة سنة ما بتشممهالوش، سنة ما بتشممهالوش بالظلم. هو يستاهل انه يلعب، وهو عنده اللي يديه للنادي الاهلي، وعنده كورة مختلفة، وعنده كورة حلوة، وانا سايب كل ده مش بعمله، وفي الاخر بلعب ناس عليه مستواها الفني اقل منه. فطبيعي ان يحصل اخطاء، طبيعي في ماتش ما بيجيليش فيه كور كتير ان انا لما تجيلي كرة اتوتر، لان انا ما دخلتش في اجواء المباراة. فيا جماعة يا ريت يا ريت يا ريت اللي عنده حسابات مع احمد شوبير يصفيها مع احمد شوبير، ما يصفيهاش مع مصطفى ابن احمد شوبير وكل حاجة، لكن الولد موهوب، الولد مؤدب، الولد مش بتاع مشاكل، الولد مش بتاع حوارات، الولد في اوضة اللبس محترم. عندي علم ان هو اقل فئة في النادي الاهلي، فحرام ان احنا نذبح الموهبة اللي عندنا. احنا محتاجين ان هو ياخد مباريات اكتر، واتمنى ان ماتش الاهلي بتاع الاسبوع الجاي ولا الاسبوع ده ما نلاقيش مصطفى شوبير مركون على الدكة. مصطفى شوبير محتاج يلعب، مصطفى شوبير محتاج ياخد الثقة، مصطفى شوبير هو مستقبل الاهلي. الشناوي عنده 37 سنة، خلاص سنة سنتين وهيبطل، وهو مش الموهبة الخارقة. الشناوي اي كرة في منطقة الجزاء بتخش فيه جون يا جماعة. الشناوي حارس مرمى متردد، الشناوي ما بيعرفش غير ان هو يصد الشوط اللي من بره، والموسم اللي فات ابهرنا وما بقاش عارف يصدها برضه. فما ينفعش ان انا اعتمد على الشناوي بشكل كامل. شوبير محتاج ياخد فرصة. المفروض ان انا ابقى بلعب شوبير 4 ماتشات مثلا وادي الشناوي ماتش،